إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. السلام عليكم، صباح الخير. اوقات كتير بنتعب وبنحس ان احنا فاشلين وان احنا مش كفايه، ولكن ده بسبب ان احنا بنقارن نفسنا بغيرنا. بنقارن من كذا ناحيه ومن كذا جانب، مين جسمه احلى، مين خلص المنهج الاول، مين كسب فلوس اكتر، مين حياته متنظمه اكتر. ولكن الحقيقه ان المقارنه مهلكه للنفس، مش بس مش بتفيدك ولكن بتعطلك وبتاخرك. فلو بتقارن نفسك بغيرك فالفيديو ده مهم ليا قبل ما يكون مهم ليك. اخر يوم امتحان ومش هتلاقوني بقول لكم تاني على امتحانات، ولكن النهارده عندي امتحان الساعه دلوقتي 7:15 والامتحان الساعه 9:30. قاعد براجع دعواتكم والله. يعني الوضع وضع مزري. 3 hours later. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وده بيحصل ليه؟ لان انت بتقارن بين ظروفك وبين ظروف حد تاني، بين حياتك اللي انت شايفها كلها وبين لقطه حلوه من حياته انت شايفها من بره. طيب وربنا قالها بوضوح في القرآن: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال ايه؟ للرجال نصيب مما اكتسب. طب والنساء؟ طبعا اكيد ربنا مش هينساك يعني. وللنساء نصيب مما اكتسب. وايه كمان؟ واسالوا الله من فضل. يعني المفروض انك انت تسعى وتدعي، وده اللي احنا قلناه في فيديو الدعاء. يعني كل واحد هياخد على قد تعبه، على قد سعيه، مش على قد مقارنه فاضيه ملهاش اي لازمه. فانت اسعي هتكسبي وهتبقي احسن من اللي بتقارني نفسك بيها. وانت كمان اشتغل على نفسك وخلي تركيزك كله عليك انت وبس، مش على مقارنه ما بينك وبين اي حد تاني. اللي من غيره ربنا قال: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. يعني لازم تعمل وتبذل مجهودك وتطرق ابواب الفرص، وبعدين تتوكل على ربنا. الفرص مش هتجيلك وانت قاعد مكانك. ولو شفت حد نال نعمه من ربنا افرح له واشكر ربنا واساله من فضله انت كمان. وده يفكرني بالقصه بتاعت سيدنا زكريا لما شاف السيده مريم وقال لها: يا مريم ان لك هذا. كانت عندها نعمه، فهو شاف عندها نعمه ما قارنش نفسه بيها، ولكن عمل ايه؟ يا مريم ان لك هذا. قالت له: هو من عند الله. قالت: هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. عمل ايه بقى سيدنا زكريا؟ هنالك دعا زكريا ربه. دعا. وده برضو يفكرنا بفيديو الدعاء، هتلاقي برضو كله برضو بيرجع يفكرنا بنفس الحاجه.